تحفيز الدماغ العميق هو واحد من أفضل خيارات العلاج المتاحة للأشخاص المصابين بمرض باركنسون، وهذا العلاج ليس علاجاً جديداً. هذا متاح منذ أكثر من 3 عقود، وفي الهند نقوم به لأكثر من 10 سنوات. وهذا ليس جراحة كبيرة، ما نسميه جراحة ثقب المفتاح. إنه يشبه تقريباً جهاز تنظيم ضربات القلب، نسميه ببساطة جهاز تنظيم ضربات الدماغ. نضع قطبين صغيرين في الدماغ، ثم نربط كل شيء، الأقطاب ببطارية صغيرة في الصدر. تحفيز الدماغ العميق، رعشات المريض والتيبس، والبطء في نشاطهم اليومي، والمشي، وعسر الحركة. عسر الحركة يعني بعض الحركات غير الطبيعية لليدين والساقين، مثل حركات تشبه الرقص. ويمكنه أيضاً تقليل أدويتهم بنسبة تتراوح بين 40 إلى 70%. يمكن أيضاً إجراء تحفيز الدماغ العميق للأشخاص الذين يعانون من الكثير من الرعشات، مثل الرعشات الأساسية، الرعشات التشنجية، والأشخاص الذين يعانون من التشنج العضلي، مرض باركنسون، وبعض الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب، متلازمة توريت، والصرع. أيضاً يمكن لتحفيز الدماغ العميق أن يغير الحياة، مثل سيمنحك أحد التحسينات الرائعة أو دراماتيكية في جودة حياتهم. الناس دائماً يسألونني عما إذا كان هناك أي خطر مع تحفيز الدماغ العميق. مثل أي عملية جراحية أخرى، هناك بعض عوامل الخطر البسيطة أيضاً، مثل احتمال حدوث نزيف بنسبة 2%، واحتمال حدوث عدوى بنسبة 2%. يمكن أن يحدث هذا مع أي عملية جراحية، مثل أي جراحة معدية أو جراحة في الساق. إنها عملية جراحية بسيطة، لذلك يمكنهم الحصول على واحدة من أفضل جودة حياة بعد هذه الجراحة.